طبعا الكل عارف الانشن سيتي في ماينكرافت، والكل عارف برضو من اصعب الحاجات في ماينكرافت ان انت تلاقي الانشن سيتي. فعشان كده انا عامل فيديو النهارده عشان اقول لك اسهل طريقه ان انت تجيب الانشن سيتي في السرفايفل. واللي مش عارف فايده الانشن سيتي تقدر تاخد منها حاجات كتير زي دروع مطوره او كتب تطوير واكس بي وحاجات تانية كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 1000 سبسكرايب في اقرب وقت. وبس كده يلا نبدا. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، اقول لكم النهارده ازاي تجيبوا مكان الانشن سيتي في السرفايفل. فاول خطوه من الخطوات بتاعتها ان انت تلاقي بايوم معين في ماينكرافت. هعرض قدامكم 5 بايومات، الخمسة دول لازم تلاقي واحد منهم. واحد دلوقتي هيجي يقول لي طب احنا نعرف احنا في انهي بايوم بالظبط ازاي؟ اول حاجة هتدوس F3 هيعرض فوق قدامك اسم البايوم اللي انت فيه، فانت هتستخدم اي وسيلة تنقل لحد ما توصل لبايوم واحد من الخمسة دول. وبس دلوقتي ما قدامناش حاجة نعملها غير ان احنا نلاقي بايوم من دول ونرجع لكم على طول. اخيرا وصلنا لبايوم يا جدعان بعد وقت طويل جدا، وده طبعا بايوم من الخمسة اللي انا قلت لكم عليهم في بداية الفيديو. وبصوا لما ادوس F3 بيبان اسم البايوم فوق. فكده خلصنا اول خطوة. طب ايه هي تاني خطوة؟ وتاني خطوة هي اللي احنا نقعد نحفر في المكان. نروح كده في النص ونقعد نحفر لتحت. احفر شوية وارجع لكم. ماشي يا جدعان، دلوقتي حفرنا حبة كتار قوي. دلوقتي بقينا على ارتفاع 25. هنفضل نحفر تاني لحد ما نوصل لارتفاع -30. ماشي يا جدعان، وصلنا للطوب ده، فده مبشر ان احنا قربنا ونزلنا فوقيها بالظبط. حلو قوي يا جدعان. هنشمع بس دلوقتي المكان بدل ما اي حاجه ترسبن، قصدي على الزومبي طبعا. ونحط هنا شمعة كمان. شايفين الانشن سيتي؟ شكلها مرعب. ونشوف شكلها في الماب كمان. ماشي، وهي دي الانشن سيتي. تاني حاجه دلوقتي عايزين ننزل بس من فوق. زي ما انتم شايفين نزلنا فوق البوابه بالظبط، وده البتاع اللي الوردن بيرسبن منه. ماشي، دلوقتي هنستخدم بقى السوف عشان ننزل من فوق. ونزلت بالإليتر على طول ياب، بس الورد ما يترسبنش. ونشمع المكان على السريع بس. أهم حاجة بس إن أنت تجيب معاك صوف كتير ومتمشيش غير على الصوف عشان الورد ما يترسبنش ويبقى معاك شموع كفاية. وأهم حاجة برضه إن أنت تشترك في القناة عشان مش ناقصنا كتير على الألف. مش ناقصنا غير أقل من 400 مشترك بس. اشترك عشان نوصلها في أقرب وقت. ولو عايز تمشي براحتك أكتر تقدر تقفل على الأماكن دي، والورد مش هيترسبن خالص، أو تفضل ماشي على الصوف على طول. ماشي، دلوقتي عايزين ندور على شيست كده نشوف ايه اللي جواه. بس زي ما انتوا شايفين عمال ادور مش لاقي اي شيست. تقريبا في شيست هنا على الماب. ماشي يا جماعة، في شيست اهوت، هنشوف ايه اللي جواه. ماشي، جواه مندنج وفحم والازازة الاكس بي والحاجات بتاعت الوردن دي كلها بتديك برضو اكس بي لما طبعا تكسرها بالهول اللي هي بتاعت الزراعة. فاعتقد بس دي كل حاجة اقدر افيدك بيها عن مدينة الانشن سيتي. وطبعا بيبقى في لوت اكتر من كده بكتير، بس ده اللي طلعلي. وبس كده يا شباب، دي كل حاجة عن انشن سيتي، ازاي تروحها وازاي تخلي الوردن ما يترسبنش وايه الحاجات اللي بتستفيد بيها من الانشن سيتي. وبس ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ما نقصناش كتير على 1000 سبسكرايب. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.